ازيكم يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا جماعة نتعرف على أسهل وأرخص وأسرع تأشيرة لأوروبا. يعني لو انت معاك 35 يورو، جواز السفر بتاعك أبيض، حساب البنك بتاعك ضعيف، يعني مش شرط يكون فيه مبالغ كبيرة ونفسك تدخل أوروبا، النهاردة أعرفك على تأشيرة يا جماعة بتاخدها بعد 7 أيام بالظبط وب35 يورو، وتقدر تقدم عليها حتى لو جواز السفر بتاعك أبيض. بس طبعًا قبل ما ندخل في التفاصيل، الناس ما تبخلش علينا بالاشتراك، ما تبخلش علينا باللايك، ويا ريت الشير لأكبر عدد من الشباب عشان الكل يستفاد معانا النهارده. ومساء الفل عليكم يا شباب وكل سنة وأنتم طيبين. النهارده يا جماعة نتعرف على أسهل وأسرع وأرخص تأشيرة لأوروبا، وهي تأشيرة مونتينيجرو أو تأشيرة الجبل الأسود. التأشيرة اللي ما بتكلفكش 35 يورو، التأشيرة اللي بتديك 90 يوم في قلب الدولة أو في قلب أوروبا، تقدر تدوّر فيهم على شغل، تقدر هناك تقضّي مدة إجازة براحتك، تقدر تعدّل وضعك هناك وتدوّر على أي حاجة تناسبك هناك وتكمّل كمان دراستك، بجانب إن أنت التأشيرة ديّة يا جماعة بييجي لك الرَّد بعد 7 أيام بالضبط، يعني بالكتير يوم ما هتتأخّر هيكون بعد 10 أيام. العملة هناك برضه في مونتينيجرو يا جماعة هي اليورو. طبعًا قبل ما نيجي نقدّم على التأشيرة ديّة لازمًا يكون معانا حساب بنكي. الميزة كمان إن حسابك البنكي هنا لدولة مونتينيجرو مش شرط يكون كبير، يعني بمبلغ بسيط تقدر تقدم على التأشيرة ديّة، وفي شركات كتير بتقدم لك الخدمات ديّة، وخصوصًا في فصل الصيف، يعني أنسب وقت تقدم على التأشيرة ديّة بيكون من شهر مايو لحد شهر 10. الميزة برضه في تأشيرة الدولة ديّة إن أنت تقدر تقدم عليها أونلاين، يعني ممكن تقدم عن طريق شركات إلكترونية زي إيفيزا وفيزا IQ. هاسيب لكم الروابط طبعًا بتاع الشركات ديّة في قلب صندوق. تعالوا بقى نتعرف على الأوراق الخاصة بالتأشيرة ديّة. يعني لو أنت اللي هتجهّز ملف التأشيرة ديّة بنفسك، بتروح عادي السفارة، بتملأ الapplication الخاص بالتأشيرة اللي هو نموذج طلب التأشيرة، وبتبدأ تجهّز الأوراق اللي هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. أول حاجة هيتطلب منك جواز سفر ساري يكون فيه 6 شهور على الأقل، يبقى جواز سفر يكون لسه فيه مدة 6 شهور. تاني حاجة صور شخصية حديثة، ما تجيبش صور قديمة وتروح تقدّم بيها. برضه هيطلب منك تأمين صحي، النقط ديّة ناخد بالنا منها يا جماعة. التأمين الصحي اسمه إيه؟ 30,000 يورو. مش مطلوب منك يكون معاك 30,000 يورو، لأ، يكون اسم التأمين 30,000 يورو، وبتعمله بمبلغ بسيط ما بين 50 ل60 دولار بالضبط في أي شركة تأمين معتمدة. برضه هيطلب منك حجز فندق، مش شرط يكون معتمد أو مؤكد، يعني حجز فندق ممكن تعمله عادي من على موقع booking.com. هيطلب منك حجز طيران برضه ذهاب وعودة، مش شرط يكون مؤكد، سهل جدًا عادي ممكن تعمله مبدئي. الحساب البنكي هنا يا جماعة قُلنا يكون لآخر 6 شهور، مش شرط يكون في مبلغ كبير عشان الناس ما تقلّقش. الدولة هناك عادي، حسب المدة اللي أنت هتروحها يكون حسابك البنكي يغطي مصاريف إقامتك هناك. يعني أنت رايح 7 أيام، 10 أيام، الفلوس الموجودة في قلب حسابك البنكي تغطي مدة أجازتك هناك. برضه لو أنت موظف هتجيب خطاب من الشركة اللي أنت شغال فيها إنها بتسمح لك إن أنت تطلع مدة الأجازة ديّة، يعني بتثبت لهم فعلًا إن أنت راجل موظف في قلب دولتك أو البلد اللي أنت مُقيم فيها، يعني ممكن تكون مُقيم في أي دولة تانية متغرّب، فأنت بتقدّم طبعًا بالإقامة هناك. بناءً على كده هم بيسمحوا لك عادي إن أنت تاخد برضه التأشيرة. بيطلب منّك سجل تجاري لو أنت مش موظف، يعني لو أنت صاحب عمل بتقدّم السجل التجاري. ناخد بالنا من ترِكّة السجل التجاري ديّة لإني بأكد عليها دايمًا، إنه يكون مَر عليه على الأقل سَنة. بس كده لأ، هيحتاج منّك شوية أوراق تانية ممكن تضيفها معاك في قلب الملف. لو أنت متجوّز ممكن تحُط قسيمة الجواز، لو أنت عندك أطفال ممكن تحُط شهادة ميلاد أطفالك، بجانب برضه إن أنت لو عندك أملاك، سفريات قديمة ممكن تحُط الكوبي طبعًا من التأشيرات القديمة ديّة في قلب الملف بتاعك. بنترجم بقى الأوراق ديّة كلّها للغة الإنجليزية. يبقى الناس تاخد بالها من الحتّة ديّة، إن أنت أول ما تجهّز الملف تبدأ تترجمه، بتطلع على السفارة وبتقدّمه في الميعاد اللي أنت حجزته أو اللي أنت حددته. تبدأ طبعًا تدفع تمن التأشيرة 35 يورو. ليك طبعًا أول ما تدخل الدولة هناك ليك 90 يوم تبدأ تعيدهم من أول يوم أو دخولك للدولة هناك. الرَّد بييجي لك بالضبط بعد 7 أيام أو 10 أيام، بيكون الرَّد عندك سواء مقدّم أونلاين أو مقدّم في قلب السفارة. بالكتير ما بيطلبش منك مقابلة، لإن مونتينيجرو يا جماعة بتكون فاتحة سياحة من أول شهر مايو لغاية شهر 10، ودي أنسب ميعاد تقدّم فيه على تأشيرة مونتينيجرو. دايمًا في كل سنة مونتينيجرو بتفاجئ العرب، وأحيانًا بتكون يعني الأغلب الدول العربية من غير تأشيرة، بس هي اليومين دولًا بتأشيرة.
بتقول لك التأشيرة سهلة، التأشيرة بييجي لك الرد بعد 7 أيام، 10 أيام، تقدر تدوّر على شغل في أي مجال، عندك كافتريات، عندك المطاعم، عندك المعمار يعني الحرف البسيطة، الناس الصناعية اللي بتدوّر على فرصة سهلة بتكون تكلفة التأشيرة بتاعتها برضه سهلة وفي أوروبا وهتقبض برضه باليورو وتقدر عادي تعدّل وضعك هناك. فتأشيرة مونتينيجرو تعتبر من أسهل التأشيرات وأسرعها، خصوصًا إنها بتكون متساهلة في كتير. في دول طبعًا زي دول الخليج بيكون مش مطلوب منها تأشيرة زي الإمارات، زي قطر، زي البحرين، الكويت، الدول ديّة يا جماعة ما بيتطلبش منها تأشيرات طبعًا لدولة مونتينيجرو، من حقك إن أنت تقعد 30 يوم من غير تأشيرة هناك في الجبل الأسود. فديّة بالتفصيل كل حاجة عن تأشيرة دولة مونتينيجرو يا جماعة، بالتوفيق للجميع بإذن الله، ولو في أي استفسار يا ريت تنسبونا في قلب التعليقات وأنا في أقرب فرصة هارُد عليكم، وشكرًا ليكم وبس.